ما خدش منين جنيه، مع إن أي وكيل بيدخل وإحنا كلنا عارفين طالع ده، في حد يقدر يطلع عنده الجرأة يقول إن الراجل ده ما خدش جنيه من الزمالك ب4 مليون دولار وأنت عندك 26 سنة أو 27 سنة، ما تقعد هنا وتعمل اسم، وإحنا مش ده الهدف، يعني لما جه موضوع الرهان ده هو اللي كان الراجل ومن غير مقابل، عشان بس الناس بتتهم ناس بدون أي دليل. أهلا بيكم معانا. النهاردة هنغوص في تفاصيل جديدة، يعني من مقابلة لسه معمولة مع أحمد سيد زيزو، وهنتكلم بالتحديد عن الكواليس اللي حكاها عن انتقاله من الزمالك، العروض اللي جاتله، وفي الآخر انتقاله للأهلي. بالظبط، القصة دي فعلا شغلت ناس كتير، والكلام اللي في المقابلة دي بيورينا شوية يعني إزاي الأمور بتمشي جوه الأندية، خصوصا وقت الأزمات المالية والضغوط، وإزاي قرارات الإدارة ممكن تأثر على مستقبل لاعب ومستقبل النادي كله. تمام. طيب خلينا نبدأ نفكك الموضوع واحدة واحدة زي ما اللاعب حكاه. هو اتكلم عن أول عرض كبير جاله من نادي الشباب السعودي. أيوة، المقابلة بتقول إن القيمة كانت حوالي 6 مليون دولار للزمالك، يعني وقتها حوالي 300 مليون جنيه مصري، مبلغ مش قليل خالص. وزيزو قال إنه بلغ الإدارة، يعني الكابتن حسين لبيب حسب المصدر قال لهم لو العرض كويس للنادي أنا موافق، لو مش هتبيعه جددوا لي فوراً. كان واضح يعني. بس الغريب بقى حسب كلام زيزو اللي في المصدر إنه ملقاش رد واضح، يعني لا وافقوا يبيعوا ولا دخلوا في مفاوضات تجديد بجد. واللاعب كمان ذكر نقطة تانية، إن مستحقاته كانت دايما بتتأخر، ودي طبعا نقطة مهمة جدا في أي علاقة بين لاعب ونادي. صحيح. بعد كده جه عرض تاني كان أكبر بكتير. المصدر قال إنه من نادي سعودي اسمه نيوم. الأرقام هنا بقى يعني خرافية. خرافية فعلا، بنتكلم في 6.5 مليون دولار للنادي، يعني حوالي 325 مليون جنيه، ومرتب لزيزو نفسه 5 مليون دولار في السنة، ربع مليار جنيه ده. رقم صعب حد يتجاهله أصلاً. والمدهش بقى في رواية زيزو عن رد فعل الإدارة. المقابلة بتقول إنهم كأنهم وافقوا في الأول، أيوة. بس طلبوا من زيزو نفسه هو اللي يطلع يقول القرار ده للجمهور. ده طلب مش مفهوم بصراحة. مش مفهوم خالص. إنهم يحملوا اللاعب مسؤولية زي دي قدام الجمهور، ده يخلي الواحد يسأل عن توزيع المسؤوليات جوه النادي وقتها. لو الكلام ده حصل فعلا، التردد ده أو رمي المسؤولية بالشكل ده ممكن يكون دليل على ارتباك إداري يعني. والمصدر كمان أشار لنقطة ممكن تكون متناقضة شوية في كلام زيزو بعدين عن طلباته للتجديد. مرة قال نسبة توصل ل50% من عرضه، يعني 125 مليون جنيه، ومرة تانية نفى إنه طلب أكتر من 60 مليون. الحتة دي محتاجة توضيح منه هو شخصيا يمكن. طيب وبعدين، قبل ما عقده يخلص بكام شهر جه عرض تالت، المرة دي من الاتفاق السعودي. قيمته كانت أقل طبعاً، 2.5 مليون دولار، حوالي 125 مليون جنيه. والمصدر لمح كده إن ستيفن جيرارد كلم محمد صلاح عشان يساعد في الصفقة. تفاصيل لطيفة. لكن النتيجة بقى زي ما اللاعب بيحكي كانت أغرب. المصدر بيقول إنه كان في موعد لاجتماع مهم بين الناديين، لكن مسؤولي الزمالك ما راحوش الاجتماع ده أصلاً. متخيل؟ محدش راح الاجتماع اللي المفروض يحسم الصفقة دي، لوحدها تبعت رسالة مش كويسة خالص. أكيد. وفي كمان الواقعة اللي المصدر وصفها بالغريبة، حصلت لما اللاعب كان مع رئيس النادي في المغرب. دي كمان حكاية. اللاعب بيحكي إن رئيس النادي كلمه في ترتيبات مالية غريبة كده، فيها مساهمات من محبين وبيت وطرف ثالث هيشيل جزء من المرتب. كلام يلخبط أي حد بصراحة، يعني طبيعي اللاعب يتلخبط وما يبقاش عارف مين المسؤول عن عقده بالظبط. طيب بعد كل التفاصيل دي اللي في المقابلة، المصدر نفسه شايف المشهد إزاي في النهاية؟ هنعرض وجهة نظره بحيادية طبعاً. المصدر شايف إن الإدارة وقتها، يعني في الفترة اللي زيزو بيتكلم عنها، ما قدرتش تستفيد مادياً من العروض الكبيرة دي، وفي نفس الوقت فشلت إنها تحافظ على اللاعب وتجدد عقده بشروط واضحة ومناسبة. والنتيجة في الآخر؟ النتيجة إنه مشي ببلاش، والأسوأ بقى من وجهة نظر النادي إنه راح للمنافس المباشر الأهلي، يعني خسارة من كل ناحية، لا فلوس وتقوية للمنافس. والمصدر بشكك أصلاً بناءً على القصة دي في قدرة الإدارة دي على التعامل مع تحديات النادي حتى لو الفلوس اتوفرت بعدين. يعني الخلاصة إننا قدام قصة فيها فرص بملايين الدولارات ضاعت، وتردد إداري واضح حسب الرواية دي،
ويمكن شوية تناقضات في كلام اللاعب نفسه. والنهاية كانت وحشة جدا للنادي، وده بيوضح قد إيه مهم يكون في حسم إداري وقدرة على أخذ قرارات صعبة في وقتها، سواء تبيع أو تجدد، بس بشروط واضحة ومستقرة. ونختم بسؤال يمكن يفضل معانا شوية. الطريقة اللي اتعامل بيها النادي مع ملف لاعب مهم زي زيزو، زي ما اتقال في المقابلة دي، بتعكس ايه عن رؤية النادي واستراتيجيته المستقبل، خصوصا في سوق انتقالات بقى أصعب وأكثر تنافسية كل يوم؟ يعني ايه اللي حصل في كواليس المفاوضات؟ دور أبوه كان ايه بالظبط؟ ضغط الجمهور؟ وايه اللي خلاه ياخد القرار الكبير ده في الآخر؟ هدفنا إننا نغوص شوية ورا العناوين ونفهم الحكاية زي ما هو حكاها. تمام. دي فرصة كويسة جدا إننا نبص لأبعد من مجرد صفقة وانتقال لاعب. القصة دي بتورينا حجم الضغوطات، سواء بقى شخصية أو مهنية، اللي اللعيبة بيعيشوها في أوقات زي دي. هنتكلم عن مفاهيم زي الولاء للنادي، ونظرة الجمهور للاعب، وكمان طموحه الشخصي، وقدرته أصلاً إنه يتحكم في مساره وسط العواصف دي كلها. خلينا نبدأ بالنقطة اللي عملت جدل كبير قوي، دور والد زيزو. زيزو في المقابلة دي وضح نقطة يعني ممكن تكون فاجأت ناس كتير. قال إن والده في الأول خالص ما طلبش فلوس، وإنه هو زيزو نفسه اللي طلب بعد كده إنه والده ياخد تعويض عن مجهوده، واعتبر ده حقه زي أتعاب الوكلاء كده. إيه رأيك في النقطة دي؟ بص، هو اللي لاحظ هنا محاولة زيزو الواضحة إنه يعيد صياغة دور أبوه. لما يقول حق وزي أتعاب الوكيل، هو كأنه بيحاول يشيل الصفة الشخصية أو العائلية عن الموضوع ويحطه في إطار مهني أكتر. دي محاولة منه إنه يتحدى الصورة اللي الناس واخداها عن تدخل الأهل في الفلوس وكده. بس السؤال يفضل، هل الكلام ده فعلا بيقنع الجمهور اللي عادة بيبص للأمور دي بحساسية زيادة شوية؟ صحيح. نقطة تانية برضو زيزو اتكلم فيها هي فجوة المفاوضات زي ما سماها. الكلام اللي كان منتشر إن المفاوضات كانت شغالة على طول وفي عروض بتتقدم وتترفض، لكن هو بيقول لأ، الموضوع كان مجرد لقاءين في الأول خالص، وبعدين شهور طويلة مفيش أي تواصل رسمي. الفترة دي كلها كانت مجرد إشاعات وتسريبات حسب كلامه. الفجوة دي معناها إيه؟ بتكشف كتير قوي، بتكشف قوة الإعلام غير الرسمي والتسريبات في التأثير على صفقات زي دي. وصف زيزو للفترة دي بأنها كانت لجان ممنهجة شغالة لمدة 8 شهور، ده كلام كبير بيلمح لوجود حرب إعلامية في الخفاء. والسؤال الأهم هنا، مين اللي كان ورا التسريبات دي؟ وإيه كان هدفه؟ هل كان ضغط على زيزو عشان يقبل بشروط معينة، ولا ضغط على النادي، ولا مجرد تشويه وخلاص؟ ده بيورينا إزاي المفاوضات ممكن تخرج عن السكة الطبيعية خالص وتبقى صاحة خناقة إعلامية، واللاعب يفقد السيطرة تماماً على روايته هو. والضغط الإعلامي ده والإشاعات دي أكيد سمعت في علاقته بالجمهور. زيزو بيحكي إزاي الهتافات اللي كانت بتدعمه وبتشجعه فجأة اتقلبت لهتافات ضده هو ووالده، وحس إنه مستهدف شخصياً، وده بعد سنين زي ما بيقول ضحى فيها بحاجات كتير عشان الجمهور ده بالذات. هي دي بقى العلاقة الصعبة والمتقلبة بين النجم الكبير والجمهور الشغوف، خصوصاً في أنديتنا الكبيرة هنا. الحب الجارف ده ممكن في لحظة يتقلب يبقى ضغط نفسي فظيع، أو زي ما اللاعب قال إهانة. ده بيحصل أول ما الجمهور يحس إن اللاعب ممكن يمشي أو إنه مختلف مع الإدارة. ده شعور ممكن ناس كتير تحس بيه حتى بره الرياضة، لما تحس إن مجهود سنين بيتنسي بسبب خلاف لحظي. الديناميكية دي حساسة جدا ومحتاجة حذر في التعامل معاها من كل الأطراف بصراحة. وبين قوي إن الإحساس ده إحساس عدم التقدير كان هو القشة اللي قصمت الظهر البعير زي ما بيقولوا. زيزو عبر بمرارة وقال إنه حس إنه اتهان حرفياً لمدة سنة، وإن كل اللي عمله في ال5 سنين اللي فاتوا بقى فجأة ولا حاجة في عينين ناس كتير بسبب الأزمة دي. هنا بقى بنلمس جوهر التحول النفسي عند اللاعب. لما تحس إن ولائك وتضحياتك خلاص ما بقاش حد مقدرها، لا وكمان بتتعرض للإهانة بسببها، الإحساس ده ممكن يبقى دافع أقوى بكتير من أي فلوس أو أي اعتبارات مادية. الموضوع هنا ما بقاش مجرد عقد وفلوس، لا ده بقى يتعلق بالكرامة، بالاحترام المهني. ولما اللاعب بيوصل للمرحلة دي، طبيعي يبدأ يفكر بجد في مكان تاني، في بيئة تانية تقدره بشكل مختلف.
وده اللي وصله في النهاية لقرار الانتقال للأهلي. وزي ما قلت، زيزو في كلامه مركزش بس على الفلوس، لأ، اتكلم عن شغف جديد ورغبة في إنه يبني حلماً جديد وتاريخ جديد في نادي كبير تاني بينافس على البطولات. وده بيحط الموضوع في سياقه الطبيعي كطموح مهني مشروع لأي لاعب، إنه يدور على استقرار إداري وفني، على مكان يضمن له المنافسة المستمرة على الألقاب، فرصته إنه يسيب بصمة ويعمل تاريخ جديد لنفسه، حتى لو كان القرار ده معناه إنه هيروح للغريم التقليدي. من وجهة نظر اللاعب اللي عايز يحقق أقصى حاجة ممكنة في مسيرته، ممكن الخطوة دي تبان إنها الأكثر منطقية في اللحظة دي، عشان يحقق أهدافه المهنية وكمان الشخصية. يبقى لو اعتمدنا على كلام زيزو وروايته، بنشوف قصة معقدة جدا بتتداخل فيها حسابات عائلية وتأثير الإعلام والسوشيال ميديا المرعب والعلاقة اللي بقت متوترة مع الجمهور ودوافع شخصية ومهنية أعمق بكتير من مجرد صفقة انتقال لاعب وخلاص. وطبعا لازم نفتكر دايما إن دي وجهة نظر طرف واحد بس في الحكاية الكبيرة دي كلها. بالظبط. وده بيخلينا نسأل سؤال أعمق شوية ونفكر فيه. في ظل كل التشابك ده بين ضغوط المفاوضات وسطوة الإعلام والرأي العام وشغف الجماهير اللي ممكن يتحول لضغط زي ما شفنا، يا ترى اللاعب عنده سيطرة حقيقية قد إيه على رواية قصته ومساره المهني؟ وحالات زي دي بتكشف لنا إيه عن طبيعة العلاقة المتشابكة بين الرياضة والفلوس والإعلام وثقافة الجماهير في الزمن اللي احنا فيه ده؟ سؤال مهم محتاج تفكير.